تظاهر المئات من الأهالي صبيحة اليوم الأحد أمام مبنى إدارة مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة احتجاجا على تدهور العملية التعليمية في مدارس المديرية، وخاصة في قرى الكلالية والجبالية والميبلية. خروج هؤلاء المواطنين من أجل العملية التعليمية وفشل العملية التعليمية في داخل المدرسة، مدرسة الرشيد بالميبلية، وما تم خروجهم إلا بعد أن وجدوا تهميش من قبل مدير المركز التعليمي في الشكاوى المقدمة إليه. اتهام لإدارة المركز التعليمي وإدارة مدرسة الرشيد الذين يمارسون تهديدا ووعيدا للطلاب وأولياء أمورهم وإيقاف الدراسة يومي الأربعاء والخميس، فيما يقف مدير المديرية إلى جوار أعمال التخريب هذه. يقولوا ارحل المدير ويريدوا تغيير المدير، فإذا ظهر وصعد المدير سيتم تغيير بقية الآخرين. هناك التعليم سيصلح وغيره سيصلح إذا رحل المدير عمل المديرية. مدير المديرية رفض التوضيح أو الرد على اتهامات الأهالي له بالفساد والتسبب في إفشال العملية التعليمية، وامتنع عن التصريح لطاقم قناة سهيل. سكان أهالي عدد من قرى مديرية المنصورية يطالبون بإقالة مدير المديرية كخطوة إلى استتباب الأمر في المديرية، ما لم فإن تصعيدهم سيتجه إلى مبنى المحافظة. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، مديرية المنصورية، محافظة الحديدة.